السلام عليكم احسن ناس واحسن جمهور في الدنيا. آه خلصنا هزار وضحك وتحفيل على بعض اليومين اللي فاتوا. نتكلم بقى جد شويه. حابب ان انا اتكلم معاكم في موضوع انسحاب نادي الزمالك او اعتذار نادي الزمالك عن خوض بطوله السوبر المصري قدام النادي الاهلي في الامارات. ودي طبعا حاجه انا بصراحه احزنتني، لان انا بالنسبه لي مباراه الاهلي والزمالك دي اتمنى اشوفها كل يوم كل يوم بامانه، والله العظيم مباراه بتكون جميله جدا وممتعه جدا. بكسب بحفل وبفرح، بخسر بحزن وبزعل. بتبقى مباراه مشوقه بصراحه وبيبقى لها ردود فعل كتير. النادي الاهلي عنده حق، عنده حق. النادي الزمالك عنده حق، النادي الزمالك عنده حق. لاول مره من وقت ما تقريبا بدات اتفرج على كوره واشجع النادي الاهلي يكون عندي الاهلي عنده حق وادارته عندها حق وبتدافع عن جمهورها وحقوقه وحقوق النادي، واداره نادي الزمالك لاول مره يكون عندها حق وبتدافع عن حقوق جمهورها وحقوق ناديها. يعني اداره الاهلي لا هي مشكلتها ولا هي مشكله اداره الزمالك. انا حاليا بتكلم عن وجهه نظري، وجهه نظر ابو علي، ما بتكلمش عن وجهه نظر اي حد عشان ما حدش يطلع يقول لي انت بتقول وبتعمل. لا، انا بتكلم عن وجهه نظر. انا راجل بشجع كوره. الاهلي من حقه يقول ويقدم تظلم ان انت جاي بعد 4 شهور تعمل لي عقوبه وانت لجنه اساسا المفروض انك معينه مش منتخبه من الجمعيه العموميه. طلعي لي قرار قبل لقاء السوبر مع نادي الزمالك بايقاف اللاعب. هل الاهلي قدم استئناف من حق العقوبه تتوقف؟ لا، العقوبه المفروض بتفضل ساريه لو العقوبه فعلا طلعت وبشكل رسمي. انما هم في الاول سربوا العقوبه عشان يشوفوا ايه رد فعل اداره النادي الاهلي ورد فعل جمهور النادي الاهلي، وبناء عليه يبداوا يتصرفوا اذا كانت العقوبه تطلع او ما تطلعش. فالاهلي قال احنا هننسحب من السوبر ومش هنلعب السوبر، وكلنا كجمهور النادي الاهلي وقفنا في ظهر النادي الاهلي، وان النادي الاهلي بيدافع عن حقنا وعن حقه كاداره وعن حق النادي الاهلي وعن حق جمهور النادي الاهلي، ومش هنلعب السوبر وده من حقنا. ما ينفعش نيجي لما الزمالك العقوبه تتوقف بسبب الاستئناف. المشكله مش مشكله لعيب للمره المليون، المشكله مشكله اداره. الناس اللي بتدير الكوره في مصر لازم يمشوا في الحال، وده نداء للناس اللي مسؤوله عن مصر كلها، بالتحديد سياده الرئيس. الناس دي لازم تمشي، الناس دي هتبوظ الرياضه في مصر كلها بالشكل ده.